ازاي ابتديت؟ انا اسمي ادهم، سافرت كندا في 2016 بعد ما خلصت صيدله في مصر. هدفي كان اعدي امتحانات المعادله واشتغل صيدلي، وفعلا اشتغلت 3 سنين على نفسي وذاكرت، وفي 2019 ابتديت اشتغل كصيدلي رسميا في كندا. وفي ايام الكورونا كنت بشتغل فاكسينيشن فارماسيست وبدي اللقاحات للمساجين وللبابليك. بس كل يوم كنت بسال نفسي سؤال واحد، هو ده فعلا اللي انا نفسي اكمل فيه في حياتي؟ انا وفريده مراتي كنا عايزين نعمل سايد هاسل جنب شغلنا، وحبينا نبدا بمنتج سهل، السان جلاسز، وكنا عايزينها تبقى عندها يونيك ستايلز وافوردبل برايس. فمن الاخر كنا بندور على حاجه تبقى ترندي ومش غاليه. عملنا لوجو بنفسنا وسميناها اون ذا ترند، وجبنا اول باتش من الصين وابتدينا نبيع لاصحابنا في كندا، وبعدين ابتدينا نبيع على كاروسيل وكيجيجي، وابتدينا شوبيفاي ستور كمان بتاعنا. وكنا متعودين كل صيف بننزل مصر نشوف اهلنا واصحابنا، وابتدينا ناخد معانا شويه نظارات واحنا بننزل في الصيف وبنبيعها من على الانستجرام بيج بتاعتنا. وبعد شويه جت اللحظه اللي غيرت كل حاجه. كان في ساعتها انفلونسر ترندنج قوي اسمه مروان يونس، وكان حاطط واحده من الستوريز انه كان ضيع نظارته. قلنا له على الستوري بتاعته خلاص ما تزعلش واحنا هنبعت لك واحده، وبالتالي استجاب لينا، وكنا ساعتها صراحه سربرايزد جدا. وبعتنا له فعلا النظاره ونزل البوست، والدنيا من ساعتها اشتغلت كويس قوي. لقينا فولورز بالالاف بتجيلنا على البيج وعايزين يطلبوا نفس النظاره اللي بعتناها له. ومن هنا ابتدينا نؤمن بقوه الانفلونسرز، وابتدينا نشتغل مع انفلونسرز كتير، ونظاراتنا بقت في فيديو كليبس، ميوزك فيديوز، وافلام كتيره كمان. وفي 2020 اتجوزت انا وفريده، وقررنا نبتدي نلانش البراند بتاعتنا على امازون. ابتدينا وقتها بسكيو واحد، لونا سان جلاسز، وفي سنه حققنا اكتر من $100,000 مبيعات، وكل ده وانا لسه كنت بشتغل صيدلي. وهنا شفت قد ايه الاونلاين ممكن يبقى اوبورتيونيتي كبيره قوي، وابتديت افكر ان انا اسيب الصيدله، لان كل ما كنت بشتغل كل ما كان بيتخصم مني ضرايب اكتر، وكانت ستريسفل جدا بصراحه. وبعد فتره جربنا نروح دبي، لان كندا كانت مقفوله خالص في الكوفيد، واسسنا شركه هناك. بس بصراحه ما حسيناش ان هي بيتنا، ورجعنا كندا تاني، ان دي كانت الكومفورت زون بتاعتنا. بس كنا على طول شايفين ان الفرصه الحقيقيه هي في مصر. هايرنج ارخص، نتوركينج اقوى، فاميلي حوالينا، والجو لا يقارن بكندا خالص. وبعد ما اون ذا ترند ابتدت تنجح وتحقق مبيعات كويسه، كنا على طول بندور على ايجنسي او حد يساعدنا ان احنا نكبرها. بس كل الايجنسيز ما كانش همها غير ان هي تاخد الريتينر بتاع اخر الشهر وخلاص، محدش كان فعلا قلبه على البراند. وهنا قررنا ناسس براند هاوس عشان نساعد البراندات المصريه والعربيه ان هي تدخل على امازون.com، هو امازون امريكا، وتكون بتبيع بالدولار للعالم كله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تكملوا الحكايه. اشوفكم في فيديو جديد.